السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وعواشركم مبروكة إن شاء الله تدخل علينا وعليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتو كاملين إن شاء الله. ضمن تحضيرات رمضان اليوم في هذا الفيديو غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير الجلجلانية اللي كتجي غزالة ما شاء الله، لا في الشكل ولا في المذاق. غادي نحضرها معكم بطريقة بسيطة وسهلة وأي وحدة مبتدئة تنجح معاها. المهم غادي نحضرها معكم ونعطيكم بزاف ديال الاسرار باش تنجح معكم وباش ما تحلش معكم في المقله. بلا ما غادي نطول عليكم، غادي نبقاو مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. في واحد القصريه او لا اناء بحال هذا غادي نديرو 2 كيسان بقياس كاس العنبه ديال الزلجلان. ان شاء الله غادي نخلي لكم المقادير مضبوطه في صندوق الوصف. غادي نديرو 3 ديال الكيسان ممسوحين ديال دقيق الحلويات كيف ما كتشوفوا، 3 ديال الكيسان ممسوحين. غادي نزيدو شويه ديال الملح، معلقه صغيره ديال القرفه، وواحد المعلقه كبيره ديال النافع وحبه حلاوه مطحونين. وغادي نزيدو عليهم واحد الساشي ديال خميره الحلويات من فئه 8 غرام. غادي نزيدو عليهم 2 معالق كبار بالمعلقه الكبيره المغربيه ديال السبوله ديال الزبده تكون دايبه نوازات. وغادي نزيدو عليهم 2 معالق كبار ديال زيت المائده. غادي نحاول ما امكن نحرك الخليط ديالي ونحاول ما امكن نبسبس الدقيق ديالي حتى وكان يعني نساجموا العناصر كاملين وتولي العجين ديالي اولا الدقيق ديالي يولي مرمل كيف ما كنبسبسوا الحرشه. غادي نزيد عليهم صفار بيضاء وغادي ندوز على بركه الله بيدي نجمع المكونات ونبسبسها كذلك وندخل ديك البيضاء في الدقيق ديالي. هاد الطريقه كنديروها غير باش يعني تنسجم العناصر قبل ما نبداو السوائل. عندي هنايا بقياس كاس العنبه غادي ناخذ هاد النوعيه اللي كنستعمل دائما، منها كاس ديال ماء الزهر. بالنسبه للماء الزهر ما غاديش نحتاج كميه كثيره، كاس يعني راه كافي باش يجمع لكم العجين ديالكم. غادي نحاول ما امكن نجمع العجين ديالي شويه بشويه حتى نحصل على واحد القوام ديال العجين متماسك. دائما حنا كنعجنوا وكنزيدوا شويه بشويه الماء ديال الزهر باش يعني العجينه ما تجرناش ونحصلوا على هذا القوام هذا. بالنسبه للكميه اللي بقات لي ديال ماء الزهر هي هذه، يعني واحد شويه في كاع الكاس. المهم غادي نحاول ما امكن بعد ما تجمعت العجينه ديالي غادي نكورها 2 كويرات، ومن بعد غادي نديرها في البلاستيك الغذائي ونخليها ترتاح تقريبا واحد 5 ديال الدقائق حتى 10 ديال الدقائق. يعني راها ما كتخسرش، قداش ما ارتاحت كتعطي النتيجه اللي هي زوينه. من بعد فاش دازت المده المطلوبه غادي ندوز ناخذ شويه ديال الدقيق وندردرو غير كاحتياط فوق سطح العمل، وناخذ الدلاك ونبدا كنسرح في العجين. غادي نسرح العجين يعني يكون السمك ديالها ما رقيقش بزاف وما يكونش يعني غليظ، يكون تقريبا 1 سنتيمتر. غادي نحاول ما امكن نسرح العجين ديالي بحال هكا وناخذ الجراره وغادي ندوز على جنيبات، ودائما كيف قلت لكم السمك يكون على هذا الشكل هذا، ما يكونش غليظ ما يكونش رقيق. ونحاول ما امكن نحيد الزوائد كلهم مع الجنيبات، وهذوك الزوائد نحاول نحتفظ بهم في واحد بلاستيك باش ما ينشفوش وباش ما يبسوش ونقدر نشكلهم مره اخرى. من بعد غادي نحاول ما امكن نلويها على الدلاك ونقلبها على جهه اخرى، وكيف كتشوفوا العجين يعني طايعه ما كتلصق ما والو. يمكن لكم ما ديروش الدقيق، انا خديت البنات هنايا 2 مراشم. عندي هنا المرشم هاد الدائري اللي فيه سيري من الكبير حتى الصغير، وعندي المرشم المربع. بغيتوا البنات تقطعوها على شكل مربعات يمكن لكم تقطعوها بهذاك ديال المربع، بغيتوا تقطعوها على شكل دوائر غادي تكملوا بهذه الطريقه اللي شاركت معكم. بالنسبه لبزاف ديال الاخوات اللي كيقطعوا البليغه الشكل اللي بغيتوا البنات تقطعوها عشوائيا بالجراره وديروا عينكم ميزانكم ويجيو الحبات متقايسين ممكن. المهم كل وحده كل سيده وكتقطع على الطريقه ديالها.
من بعد فاش خديت الدوائر ديالي كيف ما كتشوفوا حاولت نجمعهم من الوسط، محد العجينه طريه وباقا ما نشفتش يعني كتجمع وكتلصق. واحد السر بغيت نتقاسمه معكم، الا جاب الله وكنتو سرحتوا العجين وقطعتوها ونشفت معاكم، حاولوا ما امكن ديروا يدكم الاصبع ديالكم في مزهر ولصقوا الوسط ديال العجين باش ما تحلش. هذا هو السر باش ما تحلش معكم في المقله. وغادي نعطيكم سر اخر باش ما تحلش معكم ان شاء الله في المقله. غادي نكمل انا بهذه الطريقه هذه حتى وكان نكمل الكميه ديالي كامله. بالنسبه ليا البنات اليوم درت معكم 2 كيسان ديال الجلجلان. الا بغيتوا ديروا كميه اكثر حاولوا ما امكن تدوبلوا المقادير وتقطعوهم على هذا الشكل هذا وتخليوهم حتى ينشفوا، او لا يعني واخا ما ينشفوش راهم ناجحين معكم تقدروا تقليوهم تمتم. انا غادي نكمل بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الكميه ديالي كامله، وحصلت على هذه الكميه ما شاء الله، يعني تبارك الله راها عطاتني كميه يعني معقوله. غادي نحاول نبين لكم كيفاش الشكل ديالها. المهم انا راه ما خليتهاش نشفت، غير ساليت لها القطيع وبديت في القليان. خديت هنايا واحد المقيله اللي شعلت عليها العافيه ودرت فيها واحد النسبه كثيره ديال زيت المائده. بالنسبه للقليان ضروري البنات ديروا واحد النسبه ديال الزيت، ما ديروش يعني الزيت قليل. وبالنسبه للعسل اللي حضرته معكم هو هذا، ما غادي نسخنه ما والو. بالنسبه للمعسلات انا ما كنسخنش العسل وكنديرو في هذا القوام هذا، يعني باش ما كيجينيش كيما نقولوا معلك. باش تعرفوا الزيت واش سخنت ولا ما سخنتش، حاولوا ترميو فيها واحد القطعه ديال العجين. الا هي طلعت تمتم يعني الزيت راها سخنت وجاهزه للقليان. هذا هو السر البنات باش ما تحلش معكم البليغه وتنجح معكم 100%. بعد ما سخنت الزيت ديالي كيف ما شفتوا غادي نحاول ما امكن نحط البليغات ديالي وغادي نخليهم يتقلاو بطريقه، او نقص عليهم العافيه ونخليهم يتقلاو حتى وكان يوقف الشكل ديالهم. بالنسبه للبنات السر اللي بغيت نتقاسم معكم اليوم في هذا الفيديو هو واحد السر اللي جربته بزاف ديال المرات وعرفته بانه هو اللي كيخلي لنا الزيت تكشكش، والزيت كدير واحد الكشكوشه يعني اصفر البيض البنات راه هو اللي كيخلي الزيت تكشكش وما كتخليناش نقليو في راحتنا. المهم بالنسبه للبليغات ديالي حاولت ما امكن ناخذ طيب ديال العود وقلبتهم حتى وصلوا حتى يعني صبحوا على هذا الشكل هذا، على هذا اللوين هذا كيف ما كتشوفوا. ما تخليهمش يطيبوا مزيان لان فاش غادي نديروهم في العسل غادي يزيد اللون ديالهم كيغمق. حاولوا ما امكن يعني غير يبداو كيذهبوا وصفيهم في واحد الصفايه كيف ما كتشوفوا من الزيت وسقطروهم مزيان مزيان وديروهم في العسل يتشربوا العسل. بالنسبه للقليه الاولى هي هذه البنات غادي نديرها في العسل، وكيف كتشوفوا نتوما كديروها في العسل وهي كتشنشن وكتشرب العسل. هذا هو السر باش كتجيكم معلكه وكتجي شاربه العسل. المهم غادي ندوز ندير القليه الثانيه، ودائما كيف قلت لكم العافيه تكون مهيله. حاولوا ما امكن ما تجهدوش العافيه، لان الا جهدتوا عليها العافيه راها كتحرق وما كطيبش مزيان. بالنسبه للزلجلان البنات راه ما حمرته ما والو، يعني الزلجلان راه ما قلت لكمش هذه النقطه هذه، راه زلجلان عادي غير عبرته وخدمت به، لان ملي كنقليوهم راه كيتحمر وكيعطي النتيجه اللي بغينا. غادي نستمر انا بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الكميه ديالي كامله، وغادي نسقطرها، نحاول ما امكن نسقطرها من العسل في هذه الشبيكه هذه كيف كتشوفوا يعني مزينه راسها لراسها. يعني هاد الزلجلانيه كتجي تبارك الله يعني غير في القليان ديالها ما كتعذبكم. شوف الخدمه ديالها ما كتعذبكمش. علاش لا ما تحضروهاش المائده ديال رمضان وكتجي روعه لا في المذاق ولا في الشكل، وكتجي صحيه 100%. المهم البليغات ديالي هما هادو. بغيتوا البنات تزينوهم باللوز محمر ممكن، انا ما بغي فضلت ما نزينهمش لان وليداتي كيحيدوا اللوزه وكياكلوا غير الزلجلانيه لانها كتجي واحد اللذه فيها لا تقاوم. المهم البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى تجربوه بهذه الطريقه هذه، وانا عطيتكم اسرار باش تنجح معكم وباش ما تحلش معكم في المقله.
حاولوا ما امكن تشجعوني، واللي شاهدت هذا الفيديو ووصلت حتى لهنا ما تنسانيش من التشجيعات ديالها ومن اللايك ديالها والتعليق ديالها المحفز. نتمنى ان شاء الله تبارطاجيو هذا الفيديو، وكنقول لكم مره اخرى عواشركم مبروكه، يدخل علينا وعليكم رمضان بالصحه وطول العمر وباش ما تمنيتو كاملين ان شاء الله. المهم هذه هي النتيجه ديال البليغه ديالي، جات مقرمشه وجات لذيذه. وصلنا لنهايه الفيديو، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.